ونحن في بيوتنا الجدران تحيط بنا متغطين بالبطانيات ولابسين وشاربين وآكلين، ومع هذا نرتعش من البرد. إذا توضأنا ارتعشنا، إذا تغسلنا ارتعشنا، لأن يا أخي الماء بارد والدنيا برد. فكيف بإخواننا يا أخي الذين يعيشون في الخيام؟ هناك وأنتم دارين من هم، المياه تحيط بهم، ما عد دريوا كيف يفعلوا، ما بيش معهم ما يغطيهم، الخيام مهترئة. والله ثم والله أننا مسؤولون أمام الله. يا أخي ليش تتكلم في هذا المقطع؟ إيش حينفعك؟ معذرة إلى الله، معذرة إلى ربكم. ولكن ماذا نفعل؟ ماذا نسوي؟ إيش نفعل إلا أننا ندعو لإخواننا ونقول فرجك يا الله لهم، كن معهم، احفظهم، أيدهم، خفف عنهم هذه المعاناة، ارحمهم برحمتك يا الله، خفف عنهم هذا البلاء. كل الناس تخلوا عنهم، الأنظمة تخلوا عنهم، أين الوساطات؟ أين الضامنين؟ حتى الخيام عاجزين أنهم يشتروها لهم. لا حول ولا قوة إلا بالله. يفعلوا خيام من عصي ومن أقمشة مهترئة مقطعة مشططة، والمياه حولهم. إذا جلسوا ما يستطيعوا يجلسوا، إذا وقفوا ما يستطيعوا، إذا أرادوا أن يناموا ما يستطيعوا. لا إله إلا الله، الشكوى لله، حسبنا الله ونعم الوكيل.